الستايلست بتاع الفيلم ده مش شاطرة خالص. لازم اتكلم مع موسى في الموضوع ده. انا قريت في السكريبت ان في اغاني في الفيلم. حلا ممكن ما تستعجليش، الفيلم ده بالذات مش هقدر اعملك فيه اي حاجة. مش عاوزة جليلة تمسك عليا اي غلطة. وهو صوت انا في الفيلم اللي هيبقى غلطه؟ يا حبيبتي انا مش عاوزة اسمع لي كلمتين مالهمش لازمة من اي حد. حاولي تفهمي. ويتكلموا ليه لو صوتي حلو وتمام ولايق على اغنيه؟ الدنيا مش بالسهولة دي، ما بتمشيش كده. تمام، بتمشي ازاي؟ هو اللي اسمه احمد ده لسه عايش؟ انا كنت فاكره انك خلصتي منه خلاص. ايه ده؟ اشمعنى؟ ايه اللي فكرك بيه دلوقتي؟ اللي فكرني بيه انه جه تحت ايه؟ وبيسأل عليكي وداخل كأنه صاحب بيت. انت بتعمل ايه هنا؟ وازاي تدخل بيتي من غير اذني؟ حد قال لي كمان وقفت مع عصفور ولا ايه؟ اكيد حد فتح لي ودخلت. دي حسابها معايا بعدين. انت عاوز ايه؟ افتكرت تيجي النهارده؟ والله اخر مره جيت لك هنا تجاهلتيني، كنت قاعده مع واحد اسمه راجي ولا اكني موجود. مستنيه مني ايه؟ لا انا مش مستنيه منك حاجه، بس للاسف ان انا فهمتك متاخر قوي. تاني، انت جاي ليه؟ جاي اقول لك ان اللعب معايا بالطريقه دي هيضرك، يزعلك، يندمك. وبعدين كان في 100 طريقه تانية ترجعيني بيها حياتك غير انك تلعبي في شغلي كده وتاذيني. مين قالك ان انا عاوزاك في حياتي؟ ده انا من يوم ما مش مهم. انا بس عاوزاك تفهم انك بقيت في نظري ولا حاجه. عادي. امال حطاني في دماغك ليه وبتحاربيني؟ هفتري يا نهله. لا بص، هو في فرق كبير بين الافتراء واخد الحق. انت راجل سرقت مني سنين عمري وانت عامل بتحبني عشان تستفيد مني، واستفدت الحمد لله، بس انا اتضريت ودلوقتي انا هاخد حقي. بس قدام ده هيبقى في خسائر جديده، واللي حصل ده لو ما وقفش حالا انا مش هسكت. وقابلي بقى الفضايح يا نهله. سلام يا حبيبتي.